فتعالوا هنا بقى نجرب موضوع السكيمنج. دلوقتي السكيمنج دايما بيبدا بان انا اقرا البلورب، طبعا اكيد كلنا عارفين الكلام ده. وبعدين لو عندي، هنمسك بقى الباراجرافز 1 باي 1. لو الباراجراف قصير، يعني لو هو مثلا اقل من 15 سطر او اقل من 20 سطر، انا هكتفي بجمله واحده، هقرا جمله واحده. اوكي، او مثلا جملتين لو الباراجراف ده في الانترودكشن. ماشي. بس الحاجه بقى اللي هتلاحظوها ان في الاي اس تي السنتنسز ساعات بتبقى طويله قوي. زي مثلا هنا، دي كده السنتنس الاولانيه اهي، والسنتنس الثانيه بصوا بتبدا منين، من اول ات لحد هنا. يعني السنتنس طويله جدا. فاحنا نعمل حسابنا ان احنا لما بنتعامل مع السنتنسز اللي من النوع ده بناخد بالنا من الاجزاء النون اسينشال طبعا. يعني بنحاول ان احنا ايه، نقرا الجزء المهم من السنتنس اللي هو فين السبجكت، فين الفيرب، الجمله دي بتتكلم على ايه. تمام، دي برضو هتيجي بالتدريب. طيب خلينا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ايه اول سنتنس دي بتقول ايه؟ with regard، احنا ما قريناش البلورب بيقول the following edited passage is taken from the chemistry properties and tests of precious stones by John Maston on imitations of precious stones. ماشي. هنا يعني ايه precious؟ يعني ايه precious stones؟ يعني غالي، نفيس، اللي هو حاجه غاليه ليها قيمه عاليه. ويعني ايه imitations؟ يعني copies، تقليد، fake. يبقى الباسج هنا بتتكلم على ايه؟ على الفيك imitations او الفيك copies of precious stones. اول جمله بتقول with regard to diamonds، يبقى هو مركز على مين؟ على انهي precious stone؟ مركز على الدايموندز. the manufacture of these has not as yet been very successful. يبقى هو في اول جمله كده بيدي لك معلومه مهمه جدا، انه حتى هذه اللحظه المانيفاكتشر of imitation diamonds is not very successful. خلي بالكم المعلومه دي هنستفيد منها واحنا بنحل ايه، يعني سؤال من الاسئله. لما هيبقى في سؤال دلوقتي هنستفيد من المعلومه دي. طب انا لقيت ان الجمله دي طويله قوي فمش هقراها بقى، مش هتدبس فيها دلوقتي. اوكي، انا اكيد هرجع لها، بس ارجع لها امتى؟ لما يبقى في سؤال انا بحله which will happen يعني very soon دلوقتي. طيب نكمل بقى الباراجراف الثاني. اول جمله اهو. طيب انا عندي هنا سيمي كولن، لا هكمل. لازم اكمل ايه، الجمله كلها مهما كانت طويله. لازم اتليست اقرا جمله بلس كمان. ان خلي بالكم بقى لما بيبقى الباراجراف طويل قوي، يعني انتوا شايفين الباراجراف الثاني هنا كام سطر ده؟ الباراجراف الثاني ده يا جماعه كام سطر؟ الباراجراف الثاني شايفين هو قد ايه؟ من اول لاين 13 لحد فين؟ لحد لاين 65 او ولا 66. كبير جدا، طويل جدا. يعني تقريبا الباسج كلها او يعني معظم الباسج موجوده في الباراجراف الثاني. بصوا بقى على الباراجراف الثالث اللي بيبدا هنا in all cases، يعني يعتبر متوسط. طبعا في الامتحان مش هنقعد نقيس، يعني هو هيبقى بالبركه كده. بس يعني شايفين بصوا، دي كده 10 سطور ودي 10 سطور ودي حته من هنا وحته من هنا، يعني اكتر من حاجه و20 سطر بالظبط كده. يبقى الباراجراف الثاني 10 20 و30 و40 و50، 50 سطر. طب لو بالعقل كده، لو انا عندي باراجراف واخد الباسج كلها، يبقى لازم لما اعمل له سكيمنج بالعقل يعني بالمنطق لازم اقرا جملتين. اوكي، حتى لو كانوا يعني هياخدوا وقت شويه او طوال شويه، بس لازم افهم الباراجراف بيتكلم على ايه. يبقى تعالوا ايه، نمشي بالراحه كده ونراجع تاني عشان نركز. البلورب هنا بيقول ان الباسج عن ايه؟ عن الاميتيشنز اوف بريشس ستونز. حلو، الطريقه دي حلوه جدا، لان احنا لما هنعمل سكيمنج بطريقه ذكيه وبتركيز هنقدر نحل الاسئله الجنرال والاسئله سبيسيفيك، يعني هنقدر نحل كل الاسئله ان شاء الله. اوكي، وحتى الاسئله اللي فيها فوكاب صعب كمان هنحاول ان احنا ايه، نتعامل معاها. خلاص، بس لحد كده، لحد اللي احنا عملناه، هل في هنا فوكاب يعتبر صعب ولا كله تمام؟ with regard to diamonds the manufacture of these اللي هم الدايموندز has not as yet been very successful. لحد كده اللانجوج سهله ولا صعبه؟ اعتقد انها سهله. تمام، نخش على الجمله بتاعت الباراجراف الثاني. in these circumstances science though able to give chemical properties and pressure cannot of course maintain these continuously for ages. طيب these cannot maintain these for ages. طب انا هنا عندي، يعني هنا بقى هنبتدي نعرف ايه سبب ان احنا لما بنعمل سكيمنج ما بنفهمش. انا دلوقتي لما قريت الجمله دي، هي جمله عاديه مش صعبه قوي، لكن هي فيها بروناون. اوكي، هو وطبعا هي مليانه ايه، مليانه نون اسينشال بارتس كده. يعني هنا هو بيقول لك science، ده الجزء الاساسي من الجمله، ده السبجكت. science though able to give chemical properties and pressure cannot of course cannot maintain these continuously for ages. these اللي هو ايه؟ انا لما الاقي عندي pronoun لازم ارجع لورا، لازم اطلع لفوق،
واشوف البروناون ده refers to what. لازم افهم البروناون ده بيتكلم على ايه. اوكي، فانا هرجع هنا بقى، هضطر ان انا ارجع للسنتنس دي كده. انا هضطر ارجع للسنتنس دي. It is admitted that these beautiful and valuable minerals اللي هو الدايموندز يعني are caused بتتكون by chemically charged water and occasionally أحيانا though not always مش دايما high temperature. شايفين اللي انا ظللته بالاخضر ده دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول لك ان ال beautiful and valuable diamonds minerals دول بيتكونوا ازاي؟ by ايه؟ الهاي temperature. تمام؟ طيب انا ليه رجعت جمله ورا؟ لان هنا في pronoun. لما الاقي pronoun لازم ارجع لورا واشوف البروناون ده يقصد مين، بيريفير لمين. ركزوا معايا. ماشي؟ طيب but invariably يعني always beautified and brought to the condition in which they are obtained. يعني الدايموند بتتكون وبتوصل للحاله اللي هي بتبقى عليها دي by ايه؟ by the action of weight and pressure extending unbroken through perhaps ages of time. يعني الدايموند بتتكون ازاي؟ ان بيبقى فيه weight وبيبقى فيه pressure عليها for a very long time, ages of time. مش احنا كلنا عارفين ان الدايموندز بتتكون من ايه؟ من البريشر الجامد اللي بيبقى عليها والويت الجامد اللي عليها هو اللي بيخلي الدايموند تبقى دايموند. هو خلاص. يبقى انا كده للاسف اضطريت ان انا برضو ارجع واقرا ايه الانترودكشن كلها علشان افهم هنا كلمه these بتقول ايه. ماشي؟ يبقى in these circumstances اللي هي ال weight and pressure for extended ages of time science cannot maintain الويت اند بريشر. يعني الساينس يعني احنا هنا بنتكلم على الدايموندز الفيك التقليد اللي هي بتتعمل في المعمل. يعني ما نقدرش بقى ان احنا نحط عليها ويت ونحط عليها بريشر فور ايجز. اهي كلمه ايجز اهي بتتكرر تاني. يعني بيقول لك ان احنا when we want to fake a diamond لما بنحاول ان احنا نعمل دايموند فيك ما بنقدرش ان احنا نحطها for ages for a long time under weight and pressure. therefore بنعمل ايه؟ the chemist الكيمست اللي بيحاول يعمل imitation of a diamond must manufacture the jewels in such manner يعني بطريقه that he may soon see the results of his labors. هو لازم يصنعها بحيث ان هو يشوف results soon، يشوف النتيجه اسرع، لان هو مش هيقعد يستنى بقى ages. and though real diamonds may be made with comparative ease from boron in the amorphous or pure state. يعني الريل دايموندز الدايموندز الحقيقيه ممكن نعملها من ماده اسمها ايه؟ اسمها بورون along with aluminium fused in a crucible at a high temperature. تفتكروا الكروسيبل ده يعني ايه؟ Can you guess؟ هو هنا بيقول لك ان احنا ممكن نعمل ريل مش imitation دايموند. ممكن نعمل دايموند بجد من ماده اسمها البورون وماده اسمها الالومنيوم بشرط ان احنا نعمل لهم فيوزنج في حاجه اسمها crucible at a high temperature. يبقى الكروسيبل ده can you guess هو ايه؟ لا مش الشارج ووتر. انا باخد البورون وباخد الالومنيوم وبحطهم في حاجه الحاجه دي فيها very high temperature. يبقى الكروسيبل ده ايه؟ حاجه كده زي الفرن، صح؟ يبقى الكروسيبل ده حاجه زي الفرن كده، تمام؟ لان فيه هاي تمبريتشر. اللي انا عملته ايه دلوقتي واللي هو اللي انتوا بتحتاجوا تعملوه يعني في الريدنج ان انتوا تعملوا جاسنج لمعاني الكلمات. احنا مش استحاله نبقى حافظين كل الكلمات، استحاله، لكن احنا we can guess the meanings of words from context. وحتى لو ما عرفتش اعمل جاسنج مش مهم، حتى لو انا مش عارفه كلمه كروسيبل، لكن انا عرفت ان ايه؟ ان ممكن الكيمست يعمل ريل دايموندز من ماده البورون وماده الالومنيوم تحت ايه؟ هاي تمبريتشر. لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ بتبقى الدايموندز دي ايه؟ مايكروسكوبيك. يعني ايه بقى مايكروسكوبيك؟ يعني بتبقى كبيره ولا صغيره ولا صغيره قوي؟ مايكروسكوبيك بقى. مايكروسكوبيك يعني ما تتشافش غير بالمايكرو، يبقى very very tiny. تمام؟ طيب nor can a number of them be fused. يعني ما ينفعش بقى الميكروسكوبيك دايموندز دول ما اقدرش اعمل لهم فيوزنج، يعني ما اقدرش الزقهم في بعض or in any other way converted into a large single stone. يعني في مشكله دلوقتي ان انا لو حبيت اعمل ريل دايموند انا ممكن اعملها، بس ايه المشكله؟ هتبقى مايكروسكوبيك. طب ينفع بقى اخد الميكروسكوبيك دول والزقهم في بعض او احولهم convert يعني احولهم بقى into a large single stone؟ ينفع؟ ما ينفعش. So that imitation stones to be of any service عشان يبقى ليها اي فايده must be made of a good clear glass. يبقى الحل الوحيد ان انا لما اعمل imitation diamond هعملها ايه؟ من نوع clear glass، يعني من نوع ازاز شفاف بس يبقى كويس، يبقى good، يبقى الكواليتي بتاعته كويسه.
كده انا عملت سكيمنج للباراجراف الاولاني والباراجراف الثاني. ننقل على طول على الباراجراف الثالث. سؤال مهم جدا، انا امتى اقدر اوقف سكيمنج وانقل على الباراجراف اللي بعده؟ حلو قوي السؤال ده. زي ما قلنا، لو الباراجراف صغير اقل من 20 سطر هنقرا جمله واحده بس. لو الباراجراف more than 20 or 30 lines طويل قوي زي الباراجراف اللي هنا ده، زي باراجراف 2 ده، لو الباراجراف طويل قوي هنقرا 2 or 3 sentences لحد ما احس ان انا فهمت الباراجراف ده بيقول ايه. التوتال تايم فور سكيمنج 3 minutes. لو حسيتوا ان السكيمنج خد منكم وقت زياده وقفوا على طول. طيب تعالوا نعمل سكيمنج للباراجراف الثالث. انت لو الباراجراف طويل قوي هتقرا قد ايه؟ جملتين. لو الباراجراف قصير هتقرا جمله واحده. تمام؟ لو حصل ان وانت بتقرا في بروناون زي كده، البروناون اللي كان هنا اللي هو these، اضطرينا ان احنا نرجع نقرا الجمله اللي قبليه عشان افهم these هنا بتتكلم على مين. طلع هنا ان كلمه these اللي في اللاين ده كانت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الويت اند بريشر اللي بيفضلوا محطوطين على الريل دايموندز فور ايجز لمده. طيب هل في حد شايف ان الفوكاب كان صعب؟ خلي بالكم الباسج دي صعبه، بس هل انتوا شايفين الفوكاب ده صعب ولا لا؟ لما قعدنا قرينا وركزنا على الكلمات اللي احنا عارفينها فهمنا كل حاجه. ركزنا على الكلمات اللي احنا عارفينها وعملنا اجنور للكلمات الصعبه بنلاقي نفسنا فهمنا برضه. يعني احنا مش لازم نفهم كل كلمه. نبص على الباراجراف الثالث اللي هو بيبدا هنا. In all cases however a hard file will abrade the surface of the false stone. عموما الباراجراف ده طويل فانا محتاجه اقرا جمله كمان. In chapter 7 we found that quartz ده نوع من انواع الاحجار is in the 7th degree of hardness and an ordinary file is but a shade harder يعني شويه harder than this so that almost all stones higher than number 7 are unaffected by a file unless it is used roughly so as to break a sharp edge. احنا we can guess ان الفايل ده يعني بيعمل تحت او بيكحت السيرفيس اوف الفولس ستون. احنا بنتكلم على الفولس ستون بقى اللي هي الايميتيشن ستونز. ماشي، ان احنا لو جبنا مبرد، عارفين المبرد؟ لو جبنا المبرد كده وكحتنا بيه الستون يعني it will abrade the surface يعني هيعمل scratching للسيرفيس. لكن في بقى ستونز لو هي higher than number 7 في الهاردنس، احنا بنتكلم على degree of hardness، في ستونز كتير بقى. يعني حتى احنا لو نزلنا شويه كده هنلاقي ان هو مدينا جرافيك. شايفين؟ في الهاردنس نمبر 7 وفي نمبر 9 وفي نمبر 10 وفي نمبر 5 كتير بقى، في درجات كتير. فالستونز اللي الهاردنس بتاعتها اكتر من 7 will be unaffected by الفايل. الفايل مش هيخربشها، مش هيعرف يخربشها. ماشي؟ هو هنا انا غصب عني قريت الجزء ده فحسيت ان هو مهم فحابه ان انا اقراه برضو في الامتحان. لو حسيتوا ان في جزء كده مهم كملوا، مش هيخسر يعني. In order to prepare artificial diamonds and other stones for the file and various tests. انا بقى بعمل artificial stone، بعمل artificial diamond، فممكن ايه مش عايزاها تتكشف، يعني مش عايزاها لما يتعمل لها تيست يكتشفوا على طول كده ان هي artificial. فانا I need to prepare it اوكي علشان التست. They are often what's called converted into doublets or triplets. خلاص كفايه كده. ننزل للباراجراف اللي هو يعتبر بقى الباراجراف الاخراني. هقرا جمله واحده. A stone of this nature is called a doublet and it is evident, it is clear. يعني كلمه evident معناها clear that when it is tested on the underside it will prove too soft. يبقى لما عملوا حاجه اسمها doublet فلما عملوا لها تيست لقوا ان هي بتبقى too soft فهتتكشف، فقاموا عملوا ايه therefore the triplet has been introduced. تفتكروا الباراجراف الثالث ده بيتكلم على ايه؟ يعني هو دلوقتي بيقول لك انه لما عملنا حاجه اسمها الدبلت لقينا ان هي تو سوفت فقمنا اخترعنا ايه حاجه اسمها التريبلت. يبقى الباراجراف ده هيتكلم على مين؟ هيبتدي يعمل انترودكشن لمين؟ للتريبلت، على اساس ان هي التريبلت هي اللي هتبقى قويه وهي اللي هتقدر تستحمل التيستس او it can be tested. يعني هي اللي هتستحمل ان ايه يتعمل لها تيست. الباسج دي متاخده من كتاب كيمستري، والكتاب ده بيتكلم على ايه؟ على how to imitate precious stones. ازاي ان انا اعمل fake precious stone من غير ما حد يكتشف، من غير ما حد يكشفني. خلاص؟ طيب انا كده عملت السكيمنج، ابتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي اخش على الاسئله على طول.